ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض موارد الخدود والشفايف او التنت يا جماعه سهل وبسيط، وعايزه اقول لكم مش مكلف نهائي باذن الله، مش هيكلفكم حاجه خالص تقريبا. اهم حاجه لو اول مره تشوفيني يا ريت تصلي على النبي كتير جدا واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت حلو زي كده. ويلا نبدا مع بعض. زي ما قلت لكم التنت يا جماعه ثباته بيقعد بالايام، ان شاء الله هيعجبكم. بصوا عايزه اقول لكم، شايفين؟ بصوا اللون لون قوي جدا، اكنه طبيعي. عايزه اقول لك بيبقى اكنه طبيعي. بصي طبعا بتكوني مخففاه اكتر من كده لو عايزاه بيكون يعني بيكون اهدى شويه. وطبعا برضه لو عايزاه بصي يعني بصي ده اللون الخفيف وده اللون القوي شويه. ممكن طبعا يبقى اتقل من كده فيبقى اقوى من كده، وبرده يبقى اخف من كده ويبقى طبعا حسب ما انت عايزه ايه بالظبط. انا هديكي الفكره، وانت ممكن بقى تكتري تقللي، دي طبعا حاجه انت يعني ترجع لك. تمام كده. اول حاجه يا حلوين هنستعمل مع بعض المكونات، هي عباره عن مكون واحد بس. بصوا بقى معايا كده نص معلقه صغيره او معلقه من جل الصبار، واستخدمي اي جل صبار انت بتحبيه اهو. تمام. وابدا ان انا بسم الله كده اهو. حاجة بسيطة جدا، ممكن تكتري الكمية وممكن تقللي، انا بس هديكي الفكرة. تمام كده. طبعا التنت ده او المورد بيبقى معاكي بتحفظيه في علبة وبتبدأي ان انت تستخدميه عادي جدا. طيب ايه هو بقى التنت ده او عبارة عن ايه؟ بصوا بقى يا حلوين اهو. هو ده التنت. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن دم الغزال. البنات اللي ما تعرفوش، هو بيتجاب من عند العطار. بصوا شايفين لونه تحفة، يعني لونه قوي جدا، احسن من 1000 تنت انت جربتيه قبل كده. وبجد ولا غالي ولا اي تنت غالي يتقارن بده. ده تحفه وثباته فعال جدا وبيقعد بالايام على بشرتك وبيبقى تحفه وبيبقى شكله طبيعي جدا، واكنك بجد فعلا اللي بيشوفك يعني ما بيجيش في دماغه خالص ان انت حاطه حاجه على بشرتك، اكن بشرتك طبيعيه كده. بيبقى موارد طبيعي جدا. بصوا نقطه يعني كمان تقريبا دي كتيره اهو. ابدا بسم الله. شايفين؟ بصوا الحلاوه بجد، يعني حاجه كده تحفه اهو. شايفين؟ جميل جدا. وابدا ان انا كده بسم الله هقلب بقى كويس جدا. عايزه الجل والدم الغزال او التنت يندمجوا كويس جدا. بصوا انا عامله طبعا كميه بسيطه، انا طبعا ما بقطعهوش نهائي من عندي لانه تحفه، وكمان مش بيكلفني خالص وبيديني لوك طبيعي وبيبقى شكله بجد جميل جدا على البشره وعلى الشفايف اهو. تقدري بقى تحطيه. طبعا البنات اللي ما بتحبش تحط الميك اب تقدري تحطيه كده ويبقى شكله حاجه كده طبيعيه على بشرتك بجد. لو انت ست بيت وعايزه كده تقعدي بحاجه كويسه، يعني شكلك يبقى حلو في البيت من غير برضه ميك اب، ممكن برضه تقدري ان انت تحطيه. بجد جميل وهيفضل ثابت معاكي وتحفه. هتدعي لي باذن الله اهو. بصوا تحول لتنت في ثواني ولا لا اهو. وباقل اقل اقل التكاليف بجد، يعني تقريبا مش هيكلفك اصلا اهو. تعالوا بقى كده نجربه مع بعض. تحفه. بصوا حاجه كده بسيطه. شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى تنت ممكن تعمليه اهو. بصوا تحفه يا جماعه، تحفه اهو. بصي طبعا تقدروا ان انتوا تخففوه كده. بصوا بقى شايفين اللون طبيعي، لونه بينك كده جميل جدا. تقدري طبعا لو عايزه تعملي لون قوي زي ما قلت لكم اهو. بصوا ده طبعا ثابت معايا. شايفين؟ مهما تمسحي فيه مفيش، يعني زي ما قلت لكم اهو. وطبعا تقدري تخففيه وتقليه زي ما انت عايزه. ولو وصلتي بقى معايا هنا لحد اخر الفيديو يا ريت تدعميني باللايك الجميل بتاعك عشان ان شاء الله باذن الله اقدم لكم فيديوهات تاني كتير. ولو عجبكم الفيديو وعجبكم فكره التنت يا ريت تقولوا لي برده في الكومنتات. وطول ما انتم بتتفرجوا علينا يا ريت تصلوا على النبي كتير جدا ودعموني بلايك حلو زيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون عجبتكم الفكره دي. باذن الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.